اسألوا شيخ هل الزلازل علامة الساعة؟ حديث البخاري، الإمام البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. تخيل الحديث: وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان. تكثر الزلازل رقم 2. شو درجة الحديث؟ البخاري يعني زي آية من القرآن. وتكثر الزلازل يعني احنا بالساعة 100% اليوم وانا مرتاح على الاخر بقول لك واحنا يمكن مش ضايل كثير لاول علامة كبرى تطلع. حتى سمعت لتقرير علمي في مركز الجيولوجيا يا اخوانا في بلادنا وفي بلاد الغرب اللي بيقول لك انه لب الارض بدأ يغير حركته. هسا بيحكي قاعد العالم، وهذا ما بعرف في الشريعة، عالم أجنبي، بيقول لك في احتمال تغير حركة الشمس. هسا احنا شو هي العلامة عندنا؟ لازم كان واحد بحكي له بقول لي: شيخ أجت اللهجة. شو يعني احنا؟ قلت لا لهجي ولا بهجي، احنا نعم احنا على مشارف أول علامة كبرى. شو هي معناها؟ تطلع الشمس من غربها. ويا حبيبي طلعت من غربها، الله يعطيك العافية، بتعرفوا يا اخوانا طلعت الشمس من غربها. شو أخطر إشي طلع عن الشمس من غربها؟ شو أخطر إشي؟ أخطر شغلة طلعان الشمس من غربها بإجماع كل العلماء: لا تقبل توبة. يا الله يا شيخ وحد الله، لا إله إلا الله. شو يعني دليلك؟ الدليل قال الله سبحانه وتعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال المفسرين: وهو خروج الشمس من مغربها. تطلع الشمس من غربها في الشتاء يا شبابنا، يا أمة لا إله إلا الله، احنا على مشارف خروج الشمس من غربها. الزلازل هي من أواخر علامات الساعة الصغرى اللي بتسكر العلامات. بش وسطى، صغرى وكبرى، بش وسطى. خلصت الصغرى بدت الكبرى. كثرت الزلازل. شو كثرت الزلازل؟ شو هالسؤال هذا؟